ممكن 3/4 الناس ممكن يكونوا ما بيعملوش كده. مم. بتنصحي اصحابك اللي بتحبيهم ان هم ينظموا نفسهم؟ اكيد طبعا، لان الوقت ده حاجه مهمه جدا، والتنظيم حاجه بتساعديهم؟ مهمه. انا لو حد طلب مني حاجه بساعده. مثلا لو انا شايفه فيكي مثلا حاجه مش عاجباني او حاجه غلط، او انا ممكن افيدك بنصيحه، اكيد هساعدك. برافو عليكي، جميل، روح حلوة قوي ان انا احب اللي حواليا واحب ان كلهم يكونوا شطار ويكون يعني ليهم مستقبل باهر. ولو في حد من اصحابي عنده مشكلة وانا شايفاها، ان انا طبطب عليه واقول له يعني امشي في الاتجاه الصح، هيسمع كلامك اكتر بكتير جدا من الاب ومن الام او من المدرس، صح؟ ايوه صح فعلا. جميل. يارا مجدي، اكيد عندك مواهب تانية انا عارفة، يعني انت دكتور المواهب، ايه المواهب التانية اللي انت بتحبيها؟ عندي التمثيل. بحب جدا الإذاعة لأن برضو ده في إلقاء الشعر. بحب أنا أصلا صحفية. جميل. وكمان بحب ممكن مثلا لو في الرياضة أو كده، أنا بحب الرياضة جدا. وأكتر حاجة في الرياضة بحبها اللي هي باسكت بول. تلعبي باسكت يعني؟ بلعب باسكت. بجد جميل قوي. طيب انت قلتي التمثيل، خلينا نقف نقطة كده نقف عندها. بتمثلي ايه ولا بتعملي ايه في التمثيل؟ هو أنا أغلبية مسرحياتي بتبقى مسرحيات شعرية في مجالي. فما جربتش قبل كده احساس المسرحيه اللي تبقى عاديه بتبقى فيها قصه او كده. بس بجد لو جربتها فخوره جدا. وبعدين التمثيل ده تبقى حاجه بتخليكي تعيشي الكلام. حاجه بتخليكي تعيشي الكلام يعني. مش عارفه اوصفها لك ازاي، بس بجد تبقى حاجه مثلا لو انت اتصرفتي في طبيعتك. اهم حاجه في التمثيل تصرفي في طبيعتك، عشان دي تبقى حاجه اكيد حصلت في المجتمع. والتمثيل ده اكتر حاجه بحبها فيه ان هو بيوصل رساله للانسان. مفيش قصه في الدنيا كلها في التمثيل ما بتوصلش رساله للانسان. المهم تكوني فاهمه الكلام وحباه ومؤمنه بيه، صح؟ ايوه فعلا. جميل. انت بتمثلي مسرحيات بقى؟ اه. مثلتي قبل كده مسرحيات ايه؟ هو انا دلوقتي ماشيه في مسرحيه في محافظه البحيره. عندنا في المحافظه مسرحيه عن الوعي. مثلت قبل كده مسرحيه كانت عن الورث. ومثلت قبل كده مسرحيه عن مصر. وبس يعني ما دخلتش قوي في التمثيل، بس انا بحبه جدا. يارا مجدي دمرداش، انت قلتي ان انت بتحبي الصحافه وبتكتبي في موضوعات كتيره، يا ترى كتبتي عن ايه؟ هو انا كتبت عن القسوه، بالذات التربيه، لان في المجتمع دوت في ابهات وامهات كتير مثلا ممكن يكون تربيتهم قاسيه شويه على اولادهم. فبتخلي الاولاد طالعين سلبيين اكتر مش ايجابيين. كتبت عن الام والاب، لان طبعا لهم فضل عليا، فاكيد لازم اهديهم قصايد شعريه. طبعا ده بيبقى احساس برضه، فانا ما بعرفش اعبر لهم ازاي بالكلام، فانا بعبر لهم بالشعر احسن. جميل جميل. كتبت عن الدراسه. كتبت عن الشباب اللي هم اليومين دول، الجيل اللي هو لا عنده المذاكره، لا انا ما بهتمش بالمذاكره. فانت لازم تهتم بالمذاكره، لان العلم هو الطريق الوحيد ان انت تنجح في حياتك. في برضه طرق تانية، بس العلم هو اول حاجه اكيد يعني. كتبت برضو عن كتبت عن حب الوطن، لان بحب وطني جدا ومنتميه ليه جدا. مهما حد مثلا، مهما اي حاجه حصلت لي في حياتي، ما اقدرش ان انا اتخلى عن وطني. وعامه ما بحبش السفر بره، بحب دايما اقعد في مصر. نسافر بره، بس هنعرف قيمه مصر لما نسافر بره. فانت يعني بالقرن تطلعي بره تعرفي الناس يعني ايه مصر، يعني ايه ام الدنيا. كتبت بقى عن حاجات كتير. كتبت برضو عن الوعي. وكتبت ان بكره احلى حضرتك سمعتيها. بكتب دايما عن الطاقه الايجابيه. ما فيش قصيده عندي الطاقه السلبيه، ممكن يكون مثلا حاجه حزن. كتبت عن الحب، كتبت عن الغدر، كتبت عن الوداع، حاجات كتير. ايه رايك نسمع حاجه عن حب الوطن؟ انت منها وهي منها، حبها من حبك ولا عمر في يوم تذلك. ضناها حتة منها تضمك لقلبها وتروي ظلك. لو فرقت بينكم الأيام يفضل حنين القلب ليك خلك. شجرة جذورها الأم وفروعها إخواتك وأهلك، لو بعدت عنها في يوم ريحتها وحنينها ووردك وفلك يشدك ليها الحنين، وتتمنى لو يوم تضمك. هي وطنك وأهلك، هي أمك. من كل قلبي يا وطني بحبك، ولا عمري يوم ولا عمري يوم أستغنى عني. وطني مع يارا مجدي الدمرداش، تالتة إعدادي، مدرسة أم صابر الإعدادية، مركز بدر، مديرية التحرير بالبحيرة.
وكلام جميل للوطن، وكلام جميل لمصر كلها الحبيبة اللي كلنا بنحبها. كلنا محتاجين ان احنا نتقن عملنا ونحافظ على وقتنا ونحافظ على مذاكرتنا، عشان مصر هتكبر بينا، مش هتكبر بأي حاجة تاني. اكيد طبعا. صح؟ صح. لو يارا عايزة تقول كلام لجيلها، مش هننصحهم، لكن هنقول لهم ان في حاجات خطأ بنعملها وفي حاجات صح لازم نعملها. نقول لهم ايه؟ احنا كتبنا حاجة شعر لاصحابنا لحبايبنا ولا ما كتبتيش حاجة؟ ممكن اكون كتبت لقصيدة هي لشاب مراهق. يعني هو والده بيضغط عليه وكده، فهو بيحاول يعرف والده ان يعني يسيبه براحته وكده. اسمها نصيحة لشاب مراهق. نصيحة لشاب مراهق، طبعا شاب او فتاة. اتفضلي. مين بينصح؟ انا اللي بنصح. او الشاب هو اللي بينصح عامة. الشاب بينصح الولاد اللي في نفس سنه. اتفضلي. انا شاب زي كل الشباب، بجري وامرح واضحك، ما هو سن الشباب، لا في يوم طريقي ضلم ولا بسأل على اسباب. هي حياتي كده، انا مالي ومال الكتاب، ذاكر واقرأ علشان اشوفك دكتور او مدرس حساب. لحظة من فضلكم، ده داخل وده طالع، هو انا بواب؟ فين انا من كل ده؟ تايه انا وسط السحاب، رأيي ملوش جواب ملوش ترحاب. خليها نصيحة من احباب، بلاش نقفل باب ورا باب، واللي كتبوا لينا ربنا هو مسبب الاسباب. رضاكم ورضا ربنا علينا، رضاكم ورضا ربنا علينا هيفتح لنا كل الابواب. ورسالة لشاب مراهق مع يارا مجدي الدمرداش، تالتة اعدادي، مدرسة ام صابر الاعدادية، مركز بدر، مديرية التحرير بالبحيرة. والرسائل اللي بتطلع من القلب من الصاحب لصاحبه اعتقد اهم بكتير جدا 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 من يعني دواوين نصايح من حد كبير لحد صغير. صح؟ اكيد صح فعلا. يعني انا لو حبيت اخد نصيحة من يارا وانا صاحبتها القريبة منها قوي، يارا ممكن تنصحني بايه؟ تقولي ايه عشان احافظ على مستقبلي، عشان احافظ على نفسي وانا بنت وقدامي حاجات كتيرة ممكن تخليني اعمل حاجات غلط، ما حافظت على مذاكرتي، ما حافظت على مستقبلي. تقولي لي ايه؟ هو انا ممكن اقول ان في ناس كتير ما بتحبش العلم عامة، فانت لو حبيتي العلم هتكتشفي حاجات في شخصيتك انت. فالعلم برضو بيعرفك حاجات في نفسك، حاجات في المجتمع. ان انت مثلا ممكن مثلا انت تعبانه دلوقتي، مثلا دي شخصيتك، انت تعبانه دلوقتي في نفسيتك وكده، عايزه تعالجي نفسك. ان انت تعالجي نفسك مش ان انت تروحي بقى ممكن تبحثي في النت عادي، النت الايام ده بيساعدنا كتير. بس برضو لو انت مثلا بتقري قرأتي كتب قبل كده او عندك علم زياده شويه، هتعرفي انت ازاي تعالجي نفسك، هتعرفي ازاي ان انت توصلي للنجاح. او في ناس كتير قوي بتبقى عندهم غيره في حكايه العلم او حكايه الشخصيه وكده. بس عامه انت مثلا احسن مني، انا مش زعلانه، ما انا استفيد منك، ده مالي انت احسن مني. جميل. مثلا الحاجه الحلوه فيا انا اعرفها لك، الحاجه الحلوه فيكي انت تعرفيهاني. حاجه حلوه وحشه، مثلا حاجه وحشه فيكي انا اعرفك عشان تصلحي من نفسك، حاجه وحشه فيا حضرتك تصلحي فيا عشان اصلحها في نفسي. فهو المجتمع متبادل، لو في تبادل هيبقى في ود ومحبة في المجتمع. والمحبة، تعالي نتكلم عن الحب بقى. وانتي كاتبة حاجة عن الحب، وانتي اساسا كتابك كله اسمه ايه؟ دفاتر الشوق. صح؟ طب ايه رأيك نتكلم عن الحب والشوق ونشوف يارا مجدي كاتبة ايه؟ تمام. في قصيدة عندي اسمها وعد اللقاء. وعد اللقاء. يلا يا وعد. غمضت عيوني وبحلم بيكي، وقلبي لقلبك مشتاق، بيني وبينك مسافات، وحبي على وعد اللقاء، لا دموع ولا اهات جمعت، مفيش غير الاحزان، وقلبي وقلبك ملهمش مكان. فين حبك فين؟ فين حبك فين وحنانك فين يا نور العين؟ وحشتيني وحشتيني وبعدك عني بيك ويني، وحشتيني وبعدك عني بيك ويني، وحشتيني 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 وحشتيني. وعد اللقاء مع يارا مجدي الدمرداش، تالتة اعدادي، مدرسة ام صابر الاعدادية، مركز بدر، مديرية التحرير بالبحيرة. والحقيقة كلماتك والقاء وحبك للكلمة اللي انت بتقوليها واحساسك بيها
حاجه جميله قوي قوي يا يارا. يارا كده عندنا إلقاء شعر وكتابة شعر، وعندنا بنكتب كمان مقالات صحفية، ونشترك في الإذاعة المدرسية، وبنمثل كمان مسرحيات. الحقيقة كوكتيل جميل. بنعمل ايه تاني؟ هل احنا لينا علاقة بالموبايل وبان احنا عندنا صفحات على السوشيال ميديا، ولا بنعمل ايه؟ هو انا ليا علاقه بالموبايل طبعا. انا من النوع اللي ما بمسكش الموبايل قوي، علشان برضه ده بيأثر على مخي. برافو عليك. بس اكيد طبعا بفتحه مثلا عشان اراسل الناس، لان انا دايما ما بحبش ان انا اتجاهل حد. طبعا. فبراسل الناس، بنزل فيديوهات لنفسي عشان اشهر نفسي اكتر. ويعتبر مثلا اللي بيشتغلوا في حكايه المواهب او كده كل شغلهم على النت، لان الاجتماعات الاونلاين، الاجتماعات اللي هي بتبقى على النت مثلا، حد انا رايحه حفله، حد يبعت لي دعوه على النت. فاكيد بقى حاجه مهمه برضو النت، لو انا بستخدمها صح فدي تبقى حاجه حلوه ايه في حياتك. جميل. عندنا ايه على النت نتفرج عليها او نسمعها معاكي؟ حاجه على النت. هل انت عامله فيديو، عامله حاجه انت تحبي ان انت تقولي لنا عليها؟ انا بعمل على النت بودكاست. جميل. بودكاستات بحكي قصص، وفي الاخر بقول الهدف منها. لسه قصص من تأليفك؟ من تأليفي، والسكريبت كله من تأليفي بتاع البودكاست. حلو قوي. وبحط فيه شعري برضه عشان ما انساش مجالي. وبرضه في الاخر لما بقول هدف او كده، بيبقى هدفي مثلا ان انا اوصل رسالة عن حاجة معينة. والبودكاست برضه تبقى حاجة مهمة للناس اللي هما بيحبوا القصص وبيحبوا يكتبوا كتب وكده، برضه بيستوحي لهم ان هما يكتبوا قصص في الكتب. جميل قوي، جميل قوي. كوكتيل مواهب جميلة. واحنا لينا لقاء تاني معاك يا يارا ان شاء الله، نتكلم عن البودكاست وفكرتك ازاي بتنفذيها. كنت عايزه اقول بس ان كنت بس عايزه اعرف بحضرتك، عايزه اعرف نفسي. انا يارا مجدي، لسه واخده من قريب، خدت انا يارا مجدي عضو المجالس الشعبيه والمحليه في الفنون والثقافه. خدت من قريب امينه عام فنون والثقافه على مستوى البحيره. ده كان من اتحاد شباب مصر. يعني بنحب ان احنا ننمي المواهب الفنيه، ولو في مشكله بنحلها ونساعدهم على كده، وان احنا نعرف كل الناس وكل الاباء والامهات اللي هم ما يسيبوش اولادهم في البيت. لو عنده موهبه فانت ما تهملش ابنك، ان انت تساعده ان هو ينمي موهبته، علشان ده بيفيد الناس كلها. جميل. وحتى لو هو ما عندوش موهبه نكتشف موهبه او ننمي فيه موهبه جميله زي يارا مجدي دمرداش. انا سعيده جدا جدا بيك يا يارا، ولازم ليكي لقاءات كتيره معانا ان شاء الله باذن الله. يارا مجدي دمرداش، ثالثه اعدادي، مدرسه ام صابر الاعداديه، مركز بدر، مديريه التحرير بمحافظه البحيره. نورتينا وشرفتينا، وموهبتك موهبه جميله، ويا رب كل البنات يكونوا شطار وحلويات زي كده ان شاء الله يا رب. ان شاء الله، ان شاء الله. نورتيني. بنورك والله.